صباحكم ابيض زي قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. انا منى ودي قناتي وصفه معلومه مع منى سند. يلا بقى، انت غسلتي كده مواعينك ولا لسه ما غسلتش المواعين بتاعتك؟ كده شمري هدومك يلا وقومي اغسلي مواعينك كده وانت بتسمعي سوره البقره او سوره يوسف، او مشغله اي سوره من القران انت بتحبيها، والزمي الاستغفار والصلاه على النبي وانت بتغسلي مواعينك. وزي ما اتفقت وبقولكوا في كل فيديو في روتين، يا ريت نعمل لنفسنا ورد في كل ركن في بيتنا احنا بنعمله. انا مثلا بحب اقف على غسيل المواعين ده جدا، عشان خاطر بقعد اذكر ربنا واصلي على النبي كتير جدا. بحس ان الدنيا سهله، واوقات بغيب عن كل العالم اللي حواليا كده وبسرح في ملكوت الله، وبلاقي ببص فجاه الاقي الدنيا خلصت معايا وبقت زي الفل. غسلت المواعين ومرضتش اطول عليكم عشان خاطر ما تملوش. وبعد كده دخلنا على طول عشان نحضر الغدا بتاعنا. بس قبل ما احضر الغدا، الولاد كانوا عاملين دوشه وهيصه حواليا في المطبخ، وانا قعدت بخاف بصراحه ان هم يبقوا جنبي وانا بطبخ عشان خاطر البوتاجاز خطر وكده. فقلت اعمل لهم شويه سناكس كده ايه يتلهوا فيها، ويقعدوا كده بره يلعبوا كده ايه وياكلوا فيها لحد انا ما اعمل الغدا. عملت لهم عصير مانجا وفشار وفنكوش، وسبتهم بقى كده ايه ونزلت لهم اللعب بتاعتهم وسبتهم بقى يعيشوا حياتهم بره لحد انا ما اخلص. دخلنا بقى على الغدا نجهز الغدا، وكان هنا عندي بطاطس بقى قلت اقشرها كده. وكمان اشجعكم كده واديكوا طاقه ايجابيه. يلا نقوم نجهز الغدا ونغسل مواعيننا ونصلي على حبيبنا النبي كتير جدا صلاه، ربنا يريح بها قلوبنا كده يا رب. وياريت كل اللي بيسمعني دلوقتي ينزل في يثبت وجوده في الكومنتات بالصلاه على حبيبنا النبي، وكسروا من الصلاه على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هعمل بطاطس بصلصة عادي، بطاطس بمية او بصلصة او بطماطم زي ما بتسموها، كل بلد وليها مسمى معين. انا بقول على هنا بقول على بطاطس بمية او بصلصة يعني. فهنا هقطعها مكعبات. انا ما بقليش خالص عشان احنا عندنا مشاكل بقى في القولون والمعدة والحاجات دي كلها، وكمان الجو حر فالواحد مش محتاج اصلا انه يقلي او يعمل تسبيكة والكلام ده كله. فانا بحط كله على بعض زي ما انتوا شايفين كده. جبت قرن فلفل قطعته، وبصلة قطعتها مكعبات او قطع صغيرة او اللي بتحبيه، وبطاطساية مع البطاطس اللي معايا قطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بشوية زيت، وبعد كده هرفعها على البوتاجاز لحد ما تتشوح معانا. هنديها تشويحتين كده بساط جدا. واثناء بقى ما كنت رايحه اجيب بهارات عشان ابخرها ما لقيتش عندي بهارات، فقلت يلا نطحن شويه فلفل اسمر كده. وبصراحه كنت طحنت معاهم كزبره وكمون كمان. فده طبعا فلفل اسمر بيجي معاه من عند العطار كده ايه، بيحط عليه زر الورد ولورا. بصوا بيودي الفلفل الاسمر في حته تانية خالص، حتى اكلك بيبقى له نكهه كده معينه. حمصتهم كده من غير اي حاجه كده شموا النار. بعد كده نزلت فيهم بالمطحنه وطحنتهم على طول، وكذلك الكمون لحد ما بياخد معاكي لون كده، هو والكزبره. اول ما بياخد معاكي لون، بص بقى باي بهارات مطحونه من عند العطار او من اي محل بحسها تراب، بحس ان الاكل ملوش ريحه الطعم، وبحس اصلا الحاجه اللي انا بعت اجيبها مش هي الحاجه اللي انا عايزاها. فالافضل انك تجيبي الحاجه حصى كده وبتديها. في ناس بتعملها من غير ما تسخنها عامه، فانا مش عارفه يبقى طعمها عامل ازاي. مش عارفه طعمها بيبقى عامل ازاي، بحس ان الحاجه كلها تراب ونكهتها كده مش كويسه. خلاص طحناهم، وبعد كده بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما اتشوحت كويس معانا هنحط لها الصلصه بتاعتها، وهنبهرها بقى ملح كمون سن كزبره حبه فلفل اسمر. هنا بقى كان معانا فرخه بلدي كده صغيره، وطبعا انت خدتوا معانا ان احنا بناكلش فراخ بيضه كتير. في العادي اصلا والله احنا جوزي ما بيحبش الفراخ البيضاء ولا بيحب الفراخ الكبيره، ما كانش حاجه تبقى صغننه كده. لا، والفراخ البيضاء مش اقل من كيلو ونص 2 كيلو بالكتير جدا، وتبقى مشويه ما بيحبهاش. يعني نادر جدا لو كلها مسلوقه، ونادر جدا لو كلها صواني. هنا بقى هنطبخ الفرخه بطريقه تانية. انا المره اللي فاتت عملتها معاكم محشيه بصل، المره دي بقى ايه، زي ما انتوا شايفين كده ايه، حله سخنه جدا هننزل بالفرخه مع طماطمايه بصلايه فلفلايه فلفل اسمر لورا حبهان، وهنشوح بقى من فوق لتحت وتحت وفوق. وبعد كده هنزودها ميه سخنه والملح. بحب احط عليها جدا كزبره ناشفه مع اي فراخ عامه بسلقها. بحس ان الكزبره بتوديها في حته تانية خالص، جربوها بجد وهتدعولي. وبعد كده زودنا الميه بقى، وهنسيب الفرخه كده نغطيها بالميه ونسيبها تعيش حياتها لحد ما تستوي. البطاطس معاها طبعا زي ما قلت كنت بهرتها وظبطت الميه بتاعتها والملح بتاعتها، وخلاص ولعت عليها. دي شكل البهارات بعد ما طحنتها، الفلفل والكزبره والكمون.
ريحتهم فظيعة بصراحة، بتودي الاكل معاكي في حتة تانية خالص. واكيد اللي مجرب وعارف يعني ايه بهارات حصى معمولة في البيت عارف انا بتكلم بقول ايه. هنا الفراخ خلاص، كنت هنا زودتها كوباية مية كده عشان كنت محتاجة منها شوربة. وهنا البطاطس خلاص كنت انا هطفي عليها، خلاص كانت استوت. السمك التقلية بتاعتها كان حلو وكانت لذيذة جدا والله. طلعت الفرخة من الشوربة عشان خاطر احمرها في زيت عادي جدا. وخدت من كده ايه من كوبايتين كده من الشوربة، هنعمل بيهم شوية ملوخية. انا عاينة الملوخية في برطمان مربع عادي. وبعد كده ده كان شكل الغدا بتاعنا. بعد ما خلصنا عملنا الفراخ، حمرتها في الطريقة عادية جدا، ورشت عليها شوية فلفل وشوية كمون. هنرش شوية فلفل اسمر وشوية كمون ورشة ملح كده على الفرخة، كده بتديها طعم حلو جدا. وده الملوخية كان جنبها رز ابيض والشوربة بتاعتنا وليمونة وبألف هنا. طبعا دي البطاطس كانت زي الفل. جربوا تعملوها بالطريقه اللي انا بعملها، سواء كده او صينيه، بتديكي طعم رهيب جدا واي حد يشكرك عليها. ده كان الغدا بتاع النهارده، وده كان روتين النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في وداع الله، استودعكم الله، اسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.